النهارده بقى لنا سنتين كنا بنحاول نعمل فيجن بورد اللي احنا بنحب نسميها ان شاء الله بورد. فقررت ان انا اعملها السنه دي. تعالوا اوريكم. بس قبل كل ده لازم كوبايه القهوه كده ممكن يشتغل. لا تبدأ سنة إلا وخطتها مكتوبة. لو كتبت الخطة ستكون وتيرة الإنجاز أعلى بكثير مما لو كانت أهدافك في إيش؟ أهدافك في رأسك، لأن الهدف الذكي له عليك سلطان. يعني ما تجي تكتب لي مثلا حفظ ما تيسر لي من القرآن الكريم، هذا يعني إنك حتزوق بكرة. لكن لما تيجي تقول حفظ 3 أجزاء بنهاية شهر كذا بمعدل كذا كذا في اليوم، كذا هدف ذكي حيمسكك، وصدقني إيش ستتقدم إلى الأمام بإذن الله. في رايي الشخصي بتساعدك على انك تفضل فاكر انت عايز تعمل ايه وما تبعدش عن الهدف بتاعك، وفي نفس الوقت برضو بتساعدك على انك تعرف انت مهتم بايه وتبعد عن مشتتات الحياة اللي هي ممكن تاخدك في كذا مجال مختلف وانت اصلا عامل حسابك انك عايز تعمل 1 2 3. فهي الشاهد كله انك تبقى فلكسبل او تبقى مرن عن ان انت توصل ازاي لهدفك، ولكن ما تنساش هدفك في الاول وفي الاخر.